قالت له بالراحه، في ايه؟ راحت عند جده وجدتها في الشرقيه، عند بيت اهلك بدون ما تقولي لي. هو انت حيوانه ما بتفهميش؟ هو انت غبيه؟ يا عم ده انت راجل عندك 45 سنه. دخلهم غرفه تاني واقفل عليهم وقول لهم ما حدش يطلع من الغرفه عشان انا هذبح امكم. سدد له عده ضربات وبعد كده قطع ذبحي اسفل العنق. ذبح مراته من غبائه ونازل عند الجيران تقول لهم خدوا بالكم من العيال. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد. العلاقة الزوجية رب العزة سبحانه وتعالى قال وجعلنا بينكم مودة ورحمة. العلاقة الزوجية يا جماعة الزوجة بتكمل الزوج والزوج بيكمل الزوجة، وبالذات لما ربنا بينعم عليهم بنعمة الإنجاب. الولد والبنت أو الأطفال بتوثق بالفعل العلاقة دي. مش من السهل إن احنا ندمر الدنيا على أتفه الأسباب، واحنا بنلوم الشاب اللي بيبقى مقبل على الزواج ويخطأ في التعامل مع زوجته ومع عروسته نقول لسه شاب ما يفهمش حاجة. إنما لما يكون واحد عنده 45 سنة وربنا أنعم عليه ب7 أولاد، 3 شباب و4 بنات، من المفترض يكون بالفعل عنده خبرة ازاي يتعامل مع مراته. تعالوا نشوف بقى ازاي الزوج ده اتنصل من كل شيء وازاي يرتكب الجريمة البشعة في حق الزوجة امام اطفاله. ان اب او زوج ينحر مراته ويسدد له عدة ضربات قدام اطفاله ده شيء غريب. والسبب الدافع تعالوا نشوف القضية دي بتقول ايه. مبدئيا قضيتنا حصلت في محافظة القاهرة بالتحديد عزبة النخل. الزوج اسمه عوض عنده 45 سنة والزوجة اسمها مروة عندها 35 سنة، وربنا أنعم عليهم ب4 بنات و3 أولاد، 7 عيال. يبقى زوج وزوجة و7 عيال. أكبر بنت فيهم اسمها هدير في سنة تانية ثانوي في الصف الثاني الثانوي. الزوج بحكم شغله هو شغال سائق نقل ثقيل، شغال سواق نقل تقيل، فبحكم شغله بيطلع يغيب اسبوع ويجي يومين، يغيب 10 ايام ويجي 3-4 ايام، ده المتعارف عليه. انما هو الظاهر كان فيه بينه وبين مراته مشاكل او خلافات او ما كانش بيثق فيها، لدرجه ان كان بيعمل له كل شويه كمين، يقول له ما انا رايح الشغل اغيب 15 يوم وفي يوم التالي يبص يلاقوه جه. ده انت قلت يا عوض اغيب 15 يوم، يقول له ما هو كده زهقت من الشغل. هو انت لحقت تشتغل؟ زهقت من الشغل ايه؟ يقول له انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزيننا غرفه كنسه بعيد عنكم على طول؟ المهم ده اللي كان في حسبة الزوج. تعالوا بقى نشوف اليوم الموعود اللي حصلت فيه الجريمة عشان ما اطولش على حضراتكم. بكل بساطة البنت هدير دي بعد ابوها مسافر على شغله قالت لامها اللي هي مروة يا ماما انا اروح عند جدتي وجدي. فين؟ اساسا مروة من محافظة الشرقية. فالبنت لما قالت لامها انا اروح اطمن على جدي وجدتي ما شفتهمش من زمان واقعد معاهم يوم ولا يومين، امها قالت لها لا انت عارفه ابوك يا هدير، ابوك في ثواني بيجي من الشغل وان جه ما لقاكيش هيعمل مصيبه. قالت لها يا ماما بابا لسه مسافر النهارده، انا لو كده هسافر النهارده بالليل وان شاء الله باذن الله اقعد يوم واجي على طول مش هاخر. البنت يمين شمال عشان ما بتخرجش وما بتروحش مكان، ورايحه فين؟ ده رايحه عند جدتها وجده، يعني مش رايحه مكان غريب. هي خرجت مع شاب ولا خرجت مع عشيه؟ ده واحده رايحه عند بسيده باللغه العاميه بتاعتنا احنا الدارجه. ايه المشكله في كده؟ الام قالت لها خلاص يا بنت روح. بالفعل البنت راحت عند بيت جدها في الشرقية وبصت الزوجة مروة لقت الزوج جل وعوض، ما كانش كمل يوم، جه تاني يوم على طول. طبعا دخل البيت قعد مع مراته، شيء طبيعي ما لقاش هدير، بيسأل عليها فين البنت؟ قالت له راحت مشوار. راحت فين البنت؟ قالت له بالراحة، في ايه؟ راحت عند جدة وجدتها في الشرقية، راحت تطمن عليهم وتسلم عليهم وقالت هبيت واجي تاني يوم. ازاي تبعتي البنت عند بيت اهلك بدون ما تقولي لي؟ هو انت حيوانه ما بتفهميش؟ هو انت غبيه؟ هو انا بقيت ماليش وجود في البيت معاكي؟ ماليش كلام في البيت؟ ابن دين وابن ايه يا عم؟ يا عم ده انت راجل عندك 45 سنه، ليه ده كله؟ عشان بعتت بنتك؟ ايه المشكله؟ فهمها بالراحه، قول لك كنت قلت لي ما تطلعيش البنت غير لما اعرف، احنا في ايام مش مضمونه، ما ينفعش البنت تمشي لوحديها، حد يقابلها يعمل فيها حاجه معاك.
ده كل انا معاك في ده وايدك وادعمك في ده، بس بالادب والاحترام وبالراحه، من غير اللي انت عملته ده. شد مع امراته. تخيلوا الزوج يمسك مراته ويضربها ويدخلها غرفه النوم وياخد ولاده الست يدخلهم غرفه تاني ويقفل عليهم ويقول لهم محدش يطلع من الغرفه عشان انا هذبح امكم. والله قال كده، دخل عياله في الاوضه وقفل عليهم وقال لهم محدش يطلع من الاوضه عشان انا هموت ماما واذبحها. ودخل عوض اللي عنده 45 سنه على زوجته بالفعل مع السكينه، سدد له عده ضربات وبعد كده قطع ذبحي اسفل العنق. تخيلوا، ذبح مراته من غبائه بعد ما سدد له عده ضربات. والشيء الملفت للنظر بقى انه طلع، هم ساكنين على فكره في منطقه الخصوص الايلوبيه، تمام، بس هم كانوا قاعدين في الاول في القاهره عزبه النخل، وبعد كده نقلوا بحكم انهم كتار كانوا عايزين شقه كبيره وما لقوش الشقه اللي هم عايزينها في المكان ده، فسكنوا في الخصوص بالتحديد شارع علي عبد المجيد في الدور السادس. بعد ما عمل اللي عمله راح نازل على الجيران في الدور الارض، خبط عليهم وقال لهم بعد اذنكم خدوا بالكم من الاطفال من عيالي فوق عشان انا قتلت مراتي ورايح اسلم نفسي للشرطه. ايوه بالفعل دخل على طول على قسم شرطه الخصوص وقال انا عايز راس المباحث. خير، قال له ما انا ذبحت مراتي وسايب الولاد لوحدهم في الشقه. ليه عملت كده؟ لقيت معاها فين العشيق؟ اصل ما حدش يتخيل ان واحد يعمل كده وخلاص على اي سبب، يعني اكيد دخل لها حد معاه. قال لهم لا، ده مراتي بعتت بنتي عندي بيت اهلها في الشرقيه من غير ما تقول لي فقتلتها. تخيلوا بالفعل الشرطه راحت الشقه لقت الزوجه ساحه في دمها والاطفال عماله تصرخ في الشقه، الاطفال بتصوت والناس ملمومه. تم نقل الجثمان. اعترف الزوج طبعا اعترافات تفصيليه، مثل الجريمه، ارشد على السلاح المستخدم، والنيابه امرت بحبسه 4 ايام على ذمه التحقيق. شفتوا العلاقه الزوجيه النهارده بقى شكلها عامل ازاي؟ اي خلافات بنخلص على بعض. واحد متخلف، زوج متخلف عشان مراته بعتت بنته عند بيت اهلها، ازاي؟ كيف وكيف تبعتها من غير مرض نفسي؟ ده راحت عند بسيدها تموت مراتك وتذبحها وتيتم اطفالك، ونازل عند الجيران تقول لهم خدوا بالكم من العيال. ما فكرتش في عيالك؟ سيبك منك انت بايع القضيه في 60 دقيقه وغير مأسوف عليك. ما فكرتش في عيالك السبعه؟ ده اللي معاه عيل بيطلع عين ابوه، عيل، انت معاك 7. ليه كده؟ وراجل كبير مش شاب مراهق نقول ما عندوش خبره. ده كله يا جماعه بعد عن الدين، صدقوني والله اللي احنا فيه ده كله بعد عن الدين. والإنسان اللي بعيد عن ربنا بالفعل نتوقع منه كل شيء. وزي دايما ما بقولها، الإنسان اللي عنده دين ما تخافش منه أبدا أبدا، إنما الإنسان اللي ما عندوش دين يتعمل له ألف حساب. لأن الإنسان اللي ما بيخافش من ربنا يخاف من مين؟ أنا لما بتجرع على ربنا ومش حاطه قدامي في أي حاجة بعملها، هعمل لك أنت حساب؟ مستحيل. حسبي الله ونعم الوكيل. زوج جاهل حطم البيت بالكامل، خلص على زوجته، يتم أولاده ال7، وإن شاء الله بإذن الله بالنسبة له لا إما هيقف على طبلية عشماوي لا إما هياخد له 25 سنة خلف القضبان. أدي اللي كل يوم بنسمع عنه ونشوفه. عشان كده نصيحتي اللي أنا بقدمها من خلال هذا البرنامج يا جماعة، موضوع الزواج، نصيحتي لكل شاب ولكل فتاة مقبلين على موضوع الزواج، ساعة ما نيجي نختار الزوج أو الزوجة نختارهم بمقياس الدين، لأن اللي عنده دين ما يتخافش منه، بعيدها وزيدها تاني. إنما ونضع تحتها مئات الخطوط، اللي ما عندوش دين يتعمل له ألف حساب. وأخيرا بعرض القضايا اللي زي كده هدف الأول والأخير منها هي التوعية والتعلم من أخطاء الغير. وأشوف وشكم بخير وإلى اللقاء.